مع أبونا دانيال شمعون لدراسة اللغة الأشورية الحديثة. أبونا شمعون، شو في بخرجك؟ فرجينا. أهلا وسهلا. هاي الصراحة أشوف لكم شو في خرجي هذا وفي في في عبي. أيوة. طبعا بالحلقة السابقة بدأنا بالتصريف الفعل، وأخذنا التصريف الأول أي الفعل في زمن الحاضر الاعتيادي، ولا شفناه انتهينا منه. واليوم راح ناخذ الفعل الزمن الحاضر المستمر. الحاضر المستمر قائم سعرانايا. أبونا فرجينا النص، شاركنا النص. ما شايف النص أنت؟ لا. قريبة أنا عبالي شايف. أوكي في الدقيقة بس أنا نسيت نقول إنسان نسوان. أيوة إنسان نسيان. ما شاركت دقيقة بس خلي هذه أشيلها من هون. اللي يعمل باختاج وين؟ وهذا نازل ما يبين. هسه نازل بينت. هلا هيك بينت. عفاكم عليك. قلنا هذا هو الحاضر المستمر. اليوم راح نبدأ بهذا. أيوة. الحاضر المستمر، وبالأشوري قائم حاضر يعني سعرانايا، يعني زمن القائم، يعني قائم زمن الحاضر. قائم سعرانايا الزمن المستمر، الحاضر المستمر، وبالإنجليزي يسموه present continuous. يرمز إلى حدث ما زال مستمرا حتى اللحظة، شيء لحظة. طبعا هناك نحن نميز، يمكن بالعربي ما يميزون بين هذين الاثنين، الحاضر الاعتيادي السمبل بريزنت يسموه بالإنجليزي، اللي هو أنا أشرب وأنا أكل وأنا أقوم وأنا أروح، ولكن الثاني هو أنا ما زلت أشرب وما زلت أكتب وما زلت، بهالمعنى يعني ما زال مستمرا. فعندنا نحن صيغة خاصة به كما بالإنجليزي I am eating, I am writing, I write, I eat, but I am writing, I am eating، يعني مستمر هذا. ايوه. بالإيطالي قلنا ذيك المرة sto mangiando, sto scrivendo, sto leggendo. اوكي. بس بالعربي ما في هالصيغة الثانية. أنا آكل أنا أشرب، يعني أشرب هزلة، أشرب دائما، أشرب بالحاضر دائما. أوكي. فعندنا نحن هذا قائم سعرانايا، ويكون يصنع من اسم الفعل، من اسم الفعل بالطريقة التالية. من الجذر الثلاثي يكون بإدخال حرف باء ذي كسرة طويلة في بداية اسم الفعل يعني، ووضع فعل الكينونة مصرفا في الزمن الحاضر بعده. فعل الكينونة شنو؟ إيلة، إيون، إيوت، إيوة. شفنا هذا الفعل من كم ساعة. أوكي. نروح على أمثلة ورأسها. من الثلاثي السالم لو أخذنا الفعل بارش، كما اعتدنا على هذا الفعل بارش يعني يفرز ويفصل، الذي اسمه فعله براشا. فإذا هوني براش، من براشا نخلي الباء هذه قبلها، الباء مع كسرة طويلة، بب راشا إيون. هذا الفعل الكينونة، فعل الوجود. I am writing، هذه أنا إيون، أنا أكون. ببراشيون أنا أكون أفصل، يعني أنا ما زلت الآن أفصل. تمام. أفرز الأمور بينها، ما زلت أستمر فيها. أبونا أظن بالعربي العامي يقولوا أنا باكل. أيوة باء. شوف تستعملون أنتم. نحن العراقي يمكن حكينا عنها، نحن العراقي يقول دا، أني دا آكل، دا أشرب، دا أروح، دا أجي. دا باكل. دا. والمواصلة قلت لك يمكن يستعملون كا، أنا كداكل، كا مع كداكل، كدشرب، كدقوم، كدغوح. مثل شمال أفريقيا. مثل شيء. فهذا هو المستمر، هذا مستمر. شوف جميع اللهجات أيضا تستعمل شيء، يعني أداة، يعني حرف معين حتى يعبرون عنها. طبعا بالعربي الفصيح ما في.
نعم، في هذا إحدى التقصيرات يعني الموجودة بالعربي. هذا قصور حقيقة، لأنه في كل اللغات تقريبا فيه الزمن هذا، الصيغة هذه. أيوة. فإذا ببراشي ون، هذه طبعا إذا كانت المرأة تتكلم بدل ون تصير ون. ببراشي ون سبب لأنه اسم الفعل الكينونة للمفرد المتكلم المؤنث هو E1، للمذكر هو E1، المؤنث E1. ببراشي ون، ببراشي وت أنت، ببراشي وت أنتي، ببراشي له هو، ببراشي له هي، ببراشي وخ نحن، ببراشيتن أنتم، ببراشينا هم. نحن نفصل وأنتم تفصلونهم تفرزون، وإلى آخره. هذا من سالم، إذا كان سالم ما في أي حرف علة به. أما يعني أبونا الأول فعل ما يتغير، ظل هو فقط. هو إيه، شفت اسم الفاعل فقط هي هذه. نعم، فعل الكينونة اللي يتغير. نعم. ناخذ الجذر، اسم الفعل من الجذر، اسم الفعل بتاعه، ونزيد عليها الأمور هذه. أيوه. أنا أوكي. فبالبداية هي البي ما تتغير لجميع الأشخاص، فقط اللي يتغير هو هذا المساعد اللي هو اسم الفعل الكينونة مصرف يعني حسب الأشخاص في الزمن الحاضر بتاع الكينونة. إيون، إيوت، إيوت، إيلة، إيوخ، إيتون، إينا. فهذه نحط وراء كل هذه اسم الفعل. أيوة هذه. وإذا كان الفعل هو عنده حرف علة في بدايته معتل الأول، فنأخذ المثال آخل، والذي يعني شفنا يأكل يعني، واسم فعله هو خالة. ألف تسكت خالة، فنطبق القاعدة ب، نخلي قبلها ب خالة، بعدين الأول يأخذ إيون، بخالة ون، بخالة ود أنا بنت، بخالة وت أنت، بخالة وت أنتي، بخالة له هو يأكل، بخالة له هي تأكل، بخالة وخ نحن نأكل، بخالة أنتم تأكلون، أنتم وأنتن ما في فرق، بخالنا هم وهن يأكلون. أبونا هذا مهم مرة نمر على الأشياء اللي إحنا بالعربي نفرق بين مؤنث ومذكر، بين الجماد وغير جماد، العاقل وغير العاقل. وبالسرياني فهم علي؟ نعم. ما هي الاختلافات اللغوية بين السرياني والعربي؟ نعم، فيما يخص هالشيئين فنحن المؤنث والمذكر نفصل بيناتهم بالمفرد في الأشخاص المفردة. تمام، يعني أنا وأنت وهو أنا رجل، أنا امرأة، أنت رجل، أنت امرأة، هو رجل، هي امرأة. فهذه في فصل بيناتهم. أما بالجمع نحن وأنتم وهم، نحن ما في فرق بين المؤنث والمذكر، وما في بين العاقل وغير العاقل. وكذلك بما يخص العاقل وغير العاقل إطلاقا ما في فرق، لا في الفعل ولا في الاسم ولا في أي شيء، في أي من هذه الأمور. هذا لازم نصيغ القاعدة أبونا، حلوة هاي، لأنه المشكلة إنه السرياني أثر على القرآن. صح، شفنا أنه كيف أنه الجامد أيضا يعامل معاملة العاقل فيما يخص الأفعال وما أفعال هذه، وبكل الحالات. بس يعني مثلا يسبح الله من في السماء والأرض، بس في أوقات نسي حاله فقال يسبح الله ما في السماوات والأرض. من وبعدين مثلا فانكحوا ما طاب لكم، لازم يقول منكحوا من طاب لكم مش ما. صحيح، هي ملاحظة حلوة، وبعدين والأرض خلقناها، السماء والأرض خلقناها،
وفجأة بيقول وخلقناهن. منذ السنة خلقناهن. أيوة يعني عاملة معاملة العاقل مرات. أيوة يعني مرات الجامد يعاملها معاملة عاقل، ومرات العاقل يعاملها معاملة جامد. أيوة يعني يخربط بين الاثنين. فأنا حاب أشوف وين سبب الخطأ، من وين جاء الخطأ. نعم. هل من الصياغة السريانية أم لا؟ فهمت علي؟ نعم، ده أفهم. جائز جدا، جائز. تأثير الفروقات. يعني أنا بدأت أعمل هذا، كل ما أشوف خطأ بقول هذا عربيا خطأ، هو خطأ، لكن الخطأ ناتج عن تأثير اللغة السريانية التي لا تفرق بين الجماد العاقل وغير العاقل. نعم، بين الجماد والعاقل. نعم، صح. فهنا لازم ربما نعمل مرة مقارنة علشان حتى العرب يفهموا الفرق بين السرياني وبين العربي في الأمور. فهمت علي؟ نعم. يعني مثلا انتوا تقولون كلكن، يعني مش حاضر لي الفعل، يعني كل خون للجميع، كلكم ايه. ايوه، هنا باب العربي كلكم كلكن، صح. فاهم؟ لكن او يعني نفرج الاختلافات. نعم. مثلا نحن نقول جبال، بالعربي يقول جبال عالية. أيوة. تمام. يعني على اساس جبال شو اسمه جماد، فيستعمل عليه صيغة الجمع المؤنث يعني. فنحن نقول له جبال عاليون. فهاي موجودة، هاي جتي مرات قدامنا. ايوه نعامل معاملة كالعاقل، ما في فرق نحن عندنا مثلا. وحتى المؤنث والمذكر في الجمع هم يعني ما نقول مثلا رأيت نساء كريمات مثلا، فما يقولون نساء كريمات. فمو لا، شو نقول، يعني يعامل المؤنث الجمع كالمفرد المذكر المفرد، كالمذكر المفرد مرات. مثلا نقول جاءت النساء، أو جاءت الطالبات المجدات مثلا. تمام. ايوه لا، ما يستعملها جاءت الطالبات المجدات، جاء الطلاب المجدون، ماذا يجي له، ما يرهم يعني. مرات أنا شايف كثير مرات يعني العربي يستعمل تقريبا صيغة المذكر المفرد للجمع المؤنث. ايوه إيه. أنا عايز بمقدمة طبعة العربية القرآن أحط فقرة. يعني هل الأحرف السريانية اللي أنت عملتها أنا حطيتها في المقدمة تاعتي. جميل. حتى الناس يشوفوا فين المشكلة. نعم. فهمت علي؟ وبعدين أحط فقرة الاختلافات بين العربية والسريانية وأثرها على النص القرآني. نعم. شفت علي؟ ملاحظة جميلة، ملاحظة، لأنه تكررت كثير هذه الأمور. فلازم نثبت، يعني نبين وين المشكلة. نعم. وين المشكلة. ربما يعني ناخذ ملاحظات بالاختلافات وبعدين نصيغها بفقرة مو أكثر من 5 أسطر أو 6 أسطر، مع أمثلة حتى من القرآن نبين إنه هذه صياغة قرآنية، هذه صياغة عربية صح، ولكن هذه صياغة سريانية صحيحة للسرياني لكن خطأ بالعربي. نعم، وردت في القرآن، لكن صياغة قرآنية لكنها تنطبق على السرياني أكثر من العربي. أيوة. السماء والأرض
مدهن مثلا، ما أعرفش عندي الأشياء، كان لازم يقول مدها. مدها، نعم صح. فهمت علي؟ وانكحوا وما ملكت أيمانكم. كان لازم يقول ومن ملكت أيمانكم. أيوة. وما ومن من، لأنه هذا سبب السرياني، لأنه ما بفرق بين العاقل وغير العاقل. أيوة مش هيك؟ نعم. مثل صح. هذا. بس عجب هذا ما ملكت أيمانكم، هذا ما يعود إلى أيمان وإلى أم إلى النساء؟ إلى النساء. طبعا كان لازم يقول من. أيوة. والسبب هنا جاء أوقات يستعمل من، أوقات يستعمل ما، بس بما ملكت تستعمل دائما ما، كأنه اعتبر العبيد جماد. ولا تنكحوا ما نكح أباكم، ما نكح آباءكم. لازم يقول ولا تنكحوا من نكح آباءكم. نعم، لأن هنا ما تعني العبيد، إنما تعني النساء، يعني النساء. أيوة برضو الحرير، مش يسموها حريرات؟ حرائر. فهنا الخطأ نابع من السرياني. أيوة هذا صح. تأثير سرياني. تأثير سرياني، نعم، لأنه هي خطأ عربي. بالسرياني مش خطأ، بس بالعربي خطأ. أيوة، كما أن هناك أمور في لغة ما خطأ، في لغة أخرى مو خطأ صياغة. مثل الأنجليسيزم. أنجليسيزم فبيسموه بالفرنسي سيرياسيزم أو سريانيزم أو أيوة، يعني تأثير السريانية على العربية. صح. فلازم يعني يكون مفيد نوضح لهم. أنا قاعد كل مرة بشوف خطأ، أو مثلا في كلمات بالسرياني هي مذكر لكن بالعربي هي مؤنث. نعم كثير. فأوقات بعاملها معاملة كأنها مذكر، لغي منها بالعربي هي مؤنث. نعم. هذا طبعا كثير في مجال الجامد خاصة، أما العاقل لا، طبعا معروف أنه، لأنه الديك دائما هو مذكر والدجاج مؤنث. يعني مثلا ولكن في الجامد، في الأشياء كثير هذا موجود. مثلا بقية بالسرياني مذكر، بالمؤنث هي مؤنث. وفجأة هو يستعملها كأنها مذكر. صح. فهمت علي؟ فهنا يعني كلمات مؤنثة مذكرة. يعني في مقدمة القرآن بدي اكتب لهم فقرتين مش أكثر. أبين لهم المشاكل. وأنا أخذت الصفحة تاعت الأحرف السريانية وحطيتها في كتابي. جميل. عشان أفرجيهم الاختلافات ومثل هيك، لأن كتبت صفحتين عن منهج أستاذنا كريستوف في المقدمة. حلو. جميل. فهمت علي؟ فضرورة يعني كل مرة تقول لي هنا احنا بالعربي بنقول هيك، بس احنا بالفرنسي بنقول غير شيء. بالسرياني غير شيء. فناخذ ملاحظات بهذول الاختلافات. نعم. ونمنهجها. حلو. أنا مرات طبعا أتحاشى أن أقول لك، حتى لا يقول نطلع من الموضوع، ولكن بما أننا نستفيد من هذا فأوكي راح نسويه. هو السرياني يفيدنا مشان فهم أفضل للقرآن. يعني عربيا هو خطأ، بس سريانيا صح. بالفعل. فليش أنا أعتبره خطأ؟ لأنه مثل في الإيطالي في أشياء هي مذكر، بالفرنسية مؤنث. فما تقدرش يعني تقول لا هو إيطالي صح، بس أنت تعطي إيطالي ولا فرنسي؟ كل واحد فيه صح بنفسه، بس أنه تخلي واحد مكان الآخر طبعا يطلع خطأ أكيد. أيوة، فاهم عليك. لو كان إيطالي أنا واحد إيطالي بيقول لي أنا بفهم الإيطالي تاعك لأني أنا بفهم الفرنسي.
فبعرف انك يعني انت بتتكلم ايطالي على الطريقه الفرنسيه. ايوه ايوه شفت ايوه علي؟ شفت علي؟ ف نعم صياغه الكلام، نعم صياغه الكلام نعم. الإنسان يتأثر بالايطاليه. باللغة اللي هو أكثر يعني يعرفها، من عائلة اللغات، مثلا عائلة اللغات النيولاتينية، الإيطالي، الفرنسي، الإسباني وغيرها. طبعا هذه إذا أنت تعرف زين فرنسي بالبداية، متعود فرنسي متعلم، فأكيد لما تحكي إيطالي تحكيها شوية على طريقة الفرنسية، أكيد أكيد. ايوه ايوه ايوه. وكذلك الفرنسي اللي مولود فرنسي يعني هو هيك. كنا نحن نضحك طبعا، الانسان نحن اللي كنا نعرف مثلا اللغتين كنا نضحك لما واحد فرنسي يتكلم الايطالي طبعا على صياغه فرنسيه، اي 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 اي, فكنا أي. نشعر نحن نضحك يعني، طبعا نضحك لانه ونفس الشيء ابونا لما اجوا ترجموا الانجيل الرباعي، إيه. الانجيل الرباعي للعربي ترجموا على الطريقه السريانيه. صحيح صحيح. فهمت علي؟ ما احترموا القواعد العربية، نعم. التزموا بالقواعد السريانية. صحيح صحيح صحيح. وصاحبنا مرمجي هذا اللي حقق إيه. بين ما هي سبب التأثير السرياني. حلو، شفت حتى هناك يعني موجود. في المقدمة تاعته يعني قال أنا متأكد إنه اللي ترجم القرآن هذا هو سرياني، ودليل على ذلك انه هو بيستعمل صيغ سريانيه بدل ما يستعمل الصيغ العربيه. عربية، نعم نعم نعم. شفت كيف؟ نعم صح صح. فانا بدي مره نقعد احنا وياك ومثل هيك وفرجيك كيف هو شرح، ونصيغ القاعده. جميل. نصيغ القاعده مفيد لانه مفيد مفيد، هذا راح يكون كثير مفيد. مشان اللي يقرا القران على الطريقه السريانيه يقول هنا في مشكله. المشكله جاي من التأثير السرياني. نعم نعم. في عدد من الكلمات هي سريانية، المذكر بالعربية هي مؤنث، ولكن ما عملها بالأفعال وبالصفات كما هي بالعربي، عملها كأنها سرياني. وأوقات نسي حالها. ايه طبعا ايه. لما انا صارت معي هالفتره اللي نحن نتحاور مع بعضنا، كثير مرة شفت انا اقول هذه بالطريقه السريعه، انت تقول لي كيف يعني هاي، كيف هاي منين جبتها؟ ثاني هي سريانيه، لان انا عندي مثل ما يقول النموذج السرياني. خلفية سريانية. خلفيه ايوه سريانيه اشوريه اللي في عقلي يعني. ممنهج نعم نعم ممنهج على التفكير السرياني. نعم نعم. صورة فاللي كتب القرآن كان مؤكد انه كان ممنهج على التفكير السرياني. صح. أي. شفت علي؟ لغة الأم كانت سريانية، لغة الأم. ايوه ايوه. هي لغة الأم كثير تأثر أيضا. أنا زوجتي كانت فقط للملاحظة مشان اللغات، زوجتي كانت تشتغل في بيت عجزة، يقول يجوا عندنا بيت العجزة السفراء يعيشون عندنا، كانوا حياتهم يعرفوا 5-6 لغات، لما يعجزوا ينسوا كل اللغات، فقط لغة الأم اللي تبقى. شفت؟ أيوة. ما يعود يفهم اللغات الأخرى، رغم أنه كان يكتب ويقرأ فيها واللي تريده خلص ما عادش يفهم، نسيها بالتمام. شفت علي؟ محزن ولكن هو عندي أستاذ كان إسلاميات هنا هولندي ومتزوج مع واحدة إنجليزية، وفجأة صابوا ألزهايمر. هو كان يحكي عربي وفرنسي وإيطالي وإنجليزي وألماني وهولندي، فهم علي؟ لما صابوا ألزهايمر ما عادش يفهم إلا الهولندي، والمشكلة إنه زوجته هي إنجليزية ما بتفهم هولندي. واو سبحان الله سبحان الله. ومش عارفة تعيش معاه، يعني مش عارفين يتفهموا بين بعض.
انجبرت تروح تحطه في بيت عجزي في هولندا، أوي 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 أوي. لأنه هنا ما عندنا بيت عجزي ناس اللي يحكوا هولندي، هولندي. نعم 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 فيحس حاله مقطوع هون. نعم نعم نعم. فهمت كيف الفكرة؟ فهنا نفس الشيء اللي كتب القرآن هو كتبه على الطريقة السريانية، إيه، فلازم لغة الأم تاعه كانت سريانية أكيد. فتصور حتى إنه الطبري لما يجي على كلمات خطأ، لما يجي يفسرها صح بالعربي الصحيح. مم. فبعدين يقول لماذا استعمل القرآن بدل من، ما يعرفش. ما يعرف. لا. ما يعرفش. يعني إلى هسه كثيرين ما يقبلوها انطلاقا من مفهومهم بأن القرآن نازل من السماء وهو الصحيح. يعني حتى سيبويه غلط والقرآن صحيح في بعض بالنسبة لهم، في حين هو العكس، هو الصحيح. ايوه. يعني هي هاي. فالطبري ينبه قال لماذا استعمل ما ملكت وليس من ملكت، ويسبح له ما في السماوات وليس من ومثل هيك. ما يعرفش يرد. ما يعرف ليه، لكن هو لما يقعد يفسر بالعربي السليم. لأنه ما كان يعرف سرياني. لو كان يعرف سرياني فكان يعرف هذا هو تأثير هذه اللغة. شفت؟ أكيد. هنا النقطة، يعني إنه فهم حاولوا يجدوا تبريرات. نعم. حاولوا يجدوا، بدل ما يقول إنه هذا تأثير سرياني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا، بيقول لأنه هو كان يعني هيك ويعني هيك ويعني هيك. يحاول بالضبط. يدور ويلف. وهي 90% من التفسيرات هيك، يعني يلف يدور ما يريد يقول انه هذا غلط بالعربي، انما هو ما يعرف. ما يقول، لانه هو ما يقدر يقول انه غلط. ايمانه هو هيك يعني. مو فقط هيك، يعني هو لو كان يعرف انه هاي اصل، هو ما كان يعرف، ما بيعرف انه اصل. ايوه مع عندنا ايضا ايوه ما عنده تفسير. صح ما يعرف. لا، ما عنده، يعني فبده يجد له حيله. مثل ما كان دائما استاذنا يقول، ما هو كان مجبور. هو مجبور يعطي تفسير، ما يقدر يسكت من دون تفسير. نعم. وما عنده علم بالسرياني. ايوه. فيحاول انه يبرر باي طريقه كانت. ايوه، لانه مش ممكن يقول انه خطا. مش ممكن. كان ممكن يقول صياغه سرياني، بس حسب يعني من المؤكد انه ما كانش يعرف سرياني، لكن ما انتبهش سبب الخطا. شوف، فهنا اظن انه فقره من 5-6 اسطر يبين فيها الاختلافات مع امثله. نعم. فهمت علي؟ امثله قرانيه، ونقول هذا تاثير سرياني والصحيح هيك وهذا. يلا، فقط حبيت هاي مهم لان احنا نتكلم بهذا الامور. شكرا الملاحظه هذه مهمه. حتى اللي يتابعونا يعرفوا. مرمرجي يقول le génie de la langue syriaque et le génie de la langue arabe. يقول هذه عبقرية اللغة السريانية وهي عبقرية اللغة العربية. كل واحد عندهم أسلوبه. صح. يعني احنا في العرب عندنا مثنى، انتم ما عندكم مثنى. لا، ما في عندنا مثنى. لا. فهيك لازم توضح له انه بالسرياني ما في مثنى. لهذا انا ما اقول رجلين، دائما اقول ارجل. ايوه. ليش؟ لانه ما عندنا مثنى نحن. ايوه. ارجلي توجع، ما اقول رجلي توجع، ارجلي توجع. واوقات يستعمل مثل هيك، يعني هاي لازم ناخذها عدم وجود مثنى. هذا مهم. لانه اوقات كان يتكلم عن موسى عن هارون، فجأة حولها إلى جمع. نعم. شفت علي؟ فهمت علي؟ هم اثنين، ولكن يتكلم عنهم جمع، لأنه أكثر من واحد في اللغة الآرامية والأشورية هي
جمع، ما في إما واحد إما جمع. أيوة 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 يعني مثلا تعرف إنه الله أعطى لموسى لوحين الشريعة. نعم. المشكلة إنه بالسرياني ما عندكم مش مثنى. لا لوخة واحد، لوخة كثير، ما في بس بالعبري قالوا شني لوح، ومثل هاي هيك ممكن تخلي عدد، لازم اثنين. تخلي عدد. أيوة. فشو عملها؟ تري لوخة، نحن بنقول تري لوخة يعني 2 ألواح. هو استعمل ألواح وأعطينا لموسى الألواح. أيوة. ولك يا عمي أعطى لوحين مو ألواح. ف هي لها تفسير عقائدي يهودي، لما يقولوا إنه الله أعطى كل التوراة لموسى مش ممكن يكفي لوحين. نعم. فأكيد أعطاه ألواح بالجمع. وتأكيد على كلامك أيضا اللي أنا كثير جاء أمامي وحكيت بوقتها، كان هو برؤيا يوحنا، كتاب رؤيا يوحنا. أيوة. لما يحكي يقول وأعطي هذا الوحش، وهذا مع ايش يقول؟ وأعطي زمنا وأزمنة ونصف زمن. هي زمن وزمنين، اثنين يعني. ايوه يعني سنة وسنتين ونصف سنة. وطبعا كل يوم في كل يوم في الرؤيا هو سنة. يعني سنة 360 يوم، يعني 365 يوم، يعني 365 سنة زائدا سنتين صار 700 700 سنة، أقول 750 سنة، وزائدا نصف سنة، كم يوم هي؟ هلقة سنين. فهاي كانت إشكالية في وقتها، بعدين حلت الإشكالية هذه. وأنا تعجبت، يعني حضرت محاضرة في أمريكا عن هذه، وقلت صدق أنتم يعني أنتم حليتموها هذه صح؟ وهي كذلك. هي لهيك كثير مرة مثلا لا تأكل من هذه الشجرة، يقول لآدم ولحواء. فبعدين استعمل المفرد فتشقى. لك يا أخي فتشقيا مو واحد في القرآن هذا. فانتقل من المثنى إلى المفرد. أيوة. استحالة ابن الحلال إنه. أيوة. فهم قالوا لا، لأنه اللي هو ممكن المرأة هي اللي تخطي، لكن اللي حيشقى هو الرجل. شوف هذه فانتازية، تسميها فانتازية هذه. أيوة بس موجودة في كتب التفسير. بس فانتازية هاي. هي المشكلة. هي المشكلة يعني أسباب الأخطاء اللغوية في القرآن لها أسباب، يعني بس كثير من يعني بعض هذه الأخطاء على الأقل هي نابعة من اللغة السريانية. نعم. هي بسبب التأثير السرياني، وهنا لازم نكتشفه. مهم ننبه القارئ إنه انت حتقع على أخطاء، عربيا خطأ بس سريانيا هي صحيحة. فلا تقوم تخطئ اللغة العربية من أجل أنه تبرر الخطأ اللي بالقرآن. أيوة صاحبنا اللي كتب نسي إنه بيكتب عربي، صار يكتب سرياني. صار يكتب سرياني. وهذه ظاهرة كثيرة في القرآن. صح. فمهم ننبه يعني من أين وقع الخطأ، حتى إذا كان الكاتب هو عربي حقيقة، عربي اللغة اللسان، ما كان يعمل أخطاء. أكيد. والدليل إنه لما بتيجي على آية خطأ قرآنيا ويجي المنتخب بتاع الأزهر يفسرها صح ويسكت عن الخطأ. فهمت؟ فيعني طلع الأزهر بيعرف عربي أحسن من الله. يعني مثل تقريبا، مثل يعني مو 100%، مثل ما مثلا واحد قال يكتب كاوتشوك يلفظها لاستيك.
يكتب كاوتشوك يقراها لاستيك. ايوه كاوتشوك ولاستيك طبعا احنا اثنيناتهم يعني مطاط ماكو ايوه باللهجات هي زي يقول اكو. هذا كان واحد قال لنا كثير ضحكنا بالانجليزي، كنا نتكلم عن الانجليزي، اللغه الانجليزيه عالميه ولغه كبيره لغه. قال ايه بس الانجليز يكتبون كاوتشوك يقراوها لاستيك يعني. قال شوف كلمه مثلا يكتبوها هيك، مثلا يكتبون possible ايوه يقراوها possible. ايوه. possible وين possible؟ لا هو وقعوا بالحرب العالمية الثانية. الأمريكان قالوا للأوروبيين شو عايزين، لازم نمدكم بالأكل إيه. بالقمح. إيه. فهذول بعثوا لهم رسالة ابعثوا لنا قمح، هذاك شو كروها ذرة. ليش لأنه ما بعرفش في الكلمة هي هنا هي تعني قمح وعندهم تستعمل ذرة. ذرة؟ أوه. فالامريكان صدق قالوا لهم احنا مستغربين انت كيف تاكلوا خبز ذره، بس انتم إيه. بدكم ذره نبعث لكم ذره. إيه. فكان الخبز يعني شيء مكرف باوروبا بالحرب العالميه الثانيه، لانهم مساكين ما كان عندهم الا ذره. يبعثوا لهم ذرة، عبالهم ذرة يريدون. ايوه سليفوزامي مثل ما يقول ليفوزامي. نعم. ما اعرفش هي يعني بالتمام وين وقعت المشكله، بس هذه هي السبب انه كل واحد فهم الكلمه بصوره مختلفه. مثلا بال بال بلكي قال جرانو توركو مش عارف شو الكلمه بالانجليزي. بالانجليز جرين هو هذه يمكن ما اعرف شو. مش عارف شو ما اعرف حقيقة، ما اعرف شو. يعني مثلا جت السوتيا، جت السوتيان بالفرنسي بدعمك، فاهم علي؟ إيه. إيه. بالانجليزي I support you. بس هو لما جاء ترجمة للعربي للفرنسي بدل ما يقول جت السوتياتي جت سيبورت. ايوه اتحملك بدل ادعمك اتحملك. اتحملك، فالناس يقولوا يعني انت مش متفق معها. ايوه. يعني هي مطلع عقلك ولا كيف؟ جلا سيبورت. بس يعني عقلها وسخ يعني. صح. المشكلة واحد يحكي عن وزير الثاني وما انتبه انه باللغة الأخرى الكلمة لها معنى آخر. إيه. فالصحفيين يضحكوني كلهم مالكم تضحكوا. هو ما انتبه انه اخطا باللغه. يلا هو فقط مشان اوكي فقلنا هذه من الفعل السالم هيك، وفعل المعتل الاول اخذنا اخل اللي اسم فعله خالة. فمن هذا اسم الفعل نحن نصنع الزمن الحاضر المستمر بإدخال ب في بدايته ب، وإضافة فعل الكينونة مصرف حسب الشخص في الزمن الحاضر بعده. فبخالة ون أنا آكل، بخالة ون أنا آكل امرأة، بخالة ود أنت تأكل، بخالة ود أنت تأكلين، بخالة له هو يأكل، بخالة له هي تأكل، بخالة وخ نحن نأكل، بخالة أنتم وأنتن تأكلون، بخالنا هم وهن يأكلون. أيوة. عادي. أيوة. فأيضا لما يكون معتل العلة بالوسط حرف العلة كمثال قائم يقوم، الذي اسم فعله قيامة يكون بقيامة ون وإلى آخره. تمام. وإذا كان الحرف الأخير من المعتل من الحروف العلة، المثال كالي الحرف الأخير واسم فعله كلاية فيكون بكلاية ون ونفس الشيء مثل بقية. وكذلك إذا أخذنا فعل باعي فعل آخر مثال آخر لمعتل الأخير باعي فهو بعاية الاسم فعلي فيكون ببآية ون. ليش أنا أخذت؟ لأنه عنده باء يبدأ بالباء. أبونا ترجمهم هذول الأفعال إحنا مش عارفين المعنى. بكلاية ون يعني أنا أقف، أنا امرأة أقف
شوف هذه أيضا يمكن لها تأثير، لأنه بالسرياني شوف نحن نميز حتى المتكلم إذا كان ذكر فيقول بكلاية، وإذا كانت أنثى تقول بكلاية ون، فتختلف. بالعربي ما فيها الاختلاف هذه بيناتهم. أيوة أنا صح. أقف سواء كنت رجلا أو امرأة أقول أنا أقف. بس إحنا ما هو إيه ما هو إحنا ما عندنا الصيغة هاي. أيوة ما عندنا الصيغة هاي إلا إذا تلاعبت. يعني أنا قاعد باكل، هي قاعدة بتاكل. بس برضو أنا قاعد ما فيش فيها قاعدين. أنا قاعد باكل تقول المرأة والرجل اثنيناتهم يقولون أنا قاعد باكل. أظن اللهجات تميز. أظن هل هذه بهالجزئية ما في؟ بالعامية بالحاضر ما في، بس يمكن بالماضي لا أبونا. بالعامية العربية احنا بنستعمل لوكسيلير، هذا الفعل الكينوني، بس فعل آخر. أيوة أنا قاعد يؤدي نفس النتيجة. أنا قاعد يمكن المرأة تقول أنا قاعدة آكل. أيوة، فنحن قاعدين ناكل. نحن أيوة. بس ما فيش مؤنث للجمع. نعم ولا بالسرياني أظن جمع المتكلم لا، ولكن عندكم الجمع المخاطب والغائب عندكم فيه فرق، ولكن بالسرياني حتى ذول ما في. ما في. لا، جمع المتكلم وجمع المخاطب وجمع الغائب كلهم ما في بالسرياني الفرق بين المؤنث ومذكر. فهاي شفت بكلاية وأخ نحن نقف، هاي مثل عربي أيضا ما في. ولكن بكلاية هذا بالعربي إذا كان مذكر، وإذا كان مؤنث ما يقول بكلاية. تقفون تقفنا إذا كان أيوة بالعربي. لكن بالسرياني لا، بالآشوري يعني قصدي بكلاية أنتم سواء كنتم رجال أو نساء أقولهم بكلاية. ما أقول للرجال بكلاية والنساء غير شيء، لا ما هو تقفون أنتم وتقفن أنتن. هذا الفعل الكينوني أنتم عندكم إياه هيك، إحنا عندنا إياه غيره. أيوة غير شكل طبعا. هو وبكلاينا يقفون، هم يقفون وهن يقفن. بالآشوري هم يقفون وهن يقفون. أيوة. بالإيطالي يوستو مانجاندو، مش هيك؟ لورو مانجانو. أيوة، سواء كانوا نساء أو رجال، نفس الشيء مثل الآشوري مو مثل العربي. أيوة. بس لورو ستانو مانجاندو. ستانو مانجاندو إيكو. هذا ستانو هو مانجاندو للمذكر وللمذكر نفس الشيء. أيوة، وللجمع. أيوة، جمع المذكر والمؤنث الغائب. أيوة. يعني اسم الكينوني هو سطاري بالتلياني، فعل الكينونة. أيوة. أنتوا عندكم غير واحد. نحن عندنا غير تصريف له طبعا. وعندنا بالعربي هو قاعد. أنا قاعد باكل، هي قاعدة بتاكل، هم قاعدين باكلوا. جائز يكون هيك. بس هذا بالعربي هو قاعد مو هو فعل الوجود، فعل القعود هو. لا، ما هو يستعمل في السطاري. ايوه، في بالعامي طبعا، هذا بالعربي الفصيح ما في. ايوه نعم. بالعامي احدى اللهجات قاعد. ايوه. ومثل ما قلت اقول عراقي ما نقول قاعد، نقول دا اكل. هي دا تاكل وهو دا ياكل، نفس الشيء. ابونا اظن بالعربي يستعملون انا ما ازال اكل. لازم هيك تقول، أنا ما أزال آكل، وأنا مستمر بالأكل. أنا مستمر بالأكل. لازم بالضبط لو نترجمها ترجمة حرفية صح، قول أنا مستمر بالأكل، أنت مستمر بالأكل، أنت هو مستمر بالأكل. أيوة. هو موجود بالعربي بس بصياغة أخرى. صياغة أخرى طبعا. أيوة يعني عندنا إمكانية نؤدي نفس النتيجة. أيوة أن تعطي نفس المعنى صحيح. أيوة، لكن ما يدخل بالتصريف الفعل هذا. أنا ما أزال آكل، هم يزالوا يأكلون. ما زلت آكل وما زلت أكتب وما زلت أيوة.
ايوه، لازم تستعمل هيك. كل لغات عندها ميزاتها، نعم صحيح، بالضبط كل لغة وسائل التعبير عن الافكار. اي مختلفة، ولكن هي اوكي. فنجي على باء، قلت لان هو ده يبدا بالباء، فانا اخذته قصدا، قلته حتى يكون مثال. شوف شلون يصير ببآيون. ابونا فقط تعطينا ترجمة الافعال هذول بالعربي فقط. ايوه الفعل مو اكثر. ايوه ببآيون انا اريد. لا ابونا مش هيك. اخذ من معتل الاول، مثل فعل. شو هذا الفعل الاول؟ الاول السالم هذا ببراشيون. طيب اكتب معناه براشي. شو معناته براشي؟ يعني تحته اكتبوه. لا فوق. فوق مثل فعل. لا هون مثل يعني هون ايوه فقط تعطينا مرة واحدة مشان صح تذكرت. فهمت عليك. فبارش هو يفرزو، فرز يفرز. يفرزو. ايوه وبراشا هو فرزا. ايوه يفرزو فرزا. مو ضرورة حتى هذه، فقط نعرف عن شو هذا الفعل بيحكي. ايوه ضرورة الثانية. اوكي مو ضرورة الثانية فقط. اوكي يأكلوا ايوه هيك وخلص. ايه يقوموا. ايوه يقفوا. ايوه لانه كأنه بشو اسمه، مثل الأطرش بالزفة لما بتحكي معنا. نعم صح. عليها. يريد. ايوه يائر. يجرؤ. ايوه عفارم عليك. يجرؤ. ايوه بياريون. مثال الآخر يغبز. يخبز. ايوه عفارم عليك. يأتي. اوكي. ايوه عفارم عليك. هيك احسن. الشيء هو سهل نفس الطريقة. ايوه فقط هيك. فقط نروح للفعل الرباعي. هذا كان الجذر الثلاثي. الرباعي يكون بوضع فعل المساعد الذي هو فعل كينونة إيلي مصرفا في زمن حاضر مثل هون نفسه. ولكن بعد الفعل مراد تصريفه من دون إدخال ب. الرباعي ما يدخل عليه هذه الب. فمثلا نجي همزم. هلا اكتب شو يتكلم. ايوه فارم. أقول أنا همزومة، ماكو، ما يصير أنا بهمزومة، ما في، لا ب ما تدخل عليه. ايوه فقط الفعل المساعد اللي بعده الكينونة يعني. ايوه همزومة ون. شو بخاية ون. يعيش هون، نسينا نكتب يعيش. ايوه همزومة ون بدون ادخال الب. ايوه من دون الباء. هذه همزومة ون إذا كانت المرأة. همزومة ود أنت. همزومة ود أنتي تتكلمين. هاو همزومة له هو يتكلم. هاي همزومة له هي تتكلم. آخرا همزومة نحن نتكلم. أختنا همزومة أنتم تتكلمون. آني همزومة هم يتكلمون. وإذا كان معتل الأول نأخذ فعل أخر. يؤخر يعني يتأخر. أخورون. أخورون. أخوريوت. أخوريوت. أخوريله هو. أخوريله هي. أخوريوخ نحن. أخورة أنتم. أخورنا هم. والميمي بما أنه هذا مفتوح البداية يعني ومشدد الثاني، فعنده صيغة الميم نقدر ندخل بدون لكي نزيل التشديد، فيصير مآخورة ومآخر يعني نفس الشيء. يتأخر نفس المعنى نفسه، بس الصيغة مختلفة لنفس الفعل لنفس المعنى. ومآخورة مآخورة وإلى آخره. أوكي نجي على معتل الثالث ونأخذ مثال مزيد. يزيد. هذا متعدي يزيد، مو يزيد هو إنما يزيد الشيء على شيء. مزيودون.
يعني تقول يضيفوا. يضيف يضيف أيضا أيوة صح، يضيف يضيفوا. يضيف. احذف يزيد إذا تريد، إذا تريد. أظن نمسحها أحسن. مشان يضيف. يضيف. مزيودة نفس ما في أي فرق، كأنه نموذج نفسه نأخذ نحط فقط الفعل المساعد يتغير من شخص إلى آخر، يصرف في الزمن الحاضر حسب الشخص الذي يعمله. إذا كان معتل الآخر نأخذ مثال ألدي ومعناه يخدع. أيوة. أنا ألدويون أنا أخدع، ألدويون أنا أخدع امرأة، ألدويود أنت تخدع، ألدويود أنت تخدعين، ألدويل هو يخدع، ألدويلا هي تخدع، ألدويوخ نحن نخدع، ألدوية هم يخدعون، ألدوينا هم، ألدوية أنتم تخدعون، ألدوينا هم يخدعون. هي الزمن هذا الحاضر عنده هالشكلين، حاضر البسيط أو الحاضر البسيط أو الاعتيادي. يعني الشمس تشرق من المشرق، الشمس تشرق، الشمس كل يوم تشرق، يعني هذا شيء فد عادة، فد شيء مكرر دائما. أيوة. وأما إذا أقول هلا دا أشوف الشمس دا تشرق، نحن بالعراق نقول هسه دا تشرق الشمس، دا تشرق، يعني أنا دا أشوفها هي في حالة الشروق، مستمرة في الشروق. أيوة. هذه ما أقول أني زرقاء شمشة، لا بالزراقة، لا يعني الآن is rising، ما أقول the sun rises but the sun is rising now in this moment، في هذه اللحظة في هذه الدقيقة الشمس تشرق، هي في طريقها الشروق في أيوة. هذا الفرق بين الماضي الاعتيادي والحاضر الاعتيادي والحاضر المستمر. أيوة. ما يستمر الآن أمامك. أوكي، أظن هذا مفيد كان. نجي على الزمن الماضي. هاي عندنا الحاضر، عندنا نوعين هو. أما الماضي فهناك إشكالية، لأنه عندنا ستة أشكال. أيوة 6 أشكال الماضي. أوف. يعني هاي اللغة أكثر معقدة من العربي بهاي المشكلة. في الجزئية هذه عندنا أكثر كثير. زمن الدعور، زمن الماضي، زمن الدعور يعني الزمن الذي عبر راح، زمن الدعور الذي، هاي الدال الأولى، الدال الذي دعور الذي عبر، زمن الدعور past tense. هناك 6 أزمنة للفعل الماضي في اللغة الآشورية المعاصرة، هي الماضي الاعتيادي دعور عيادايا، الماضي المستمر دعور سؤرنايا، الماضي البسيط المحدد دعور بشيطة أو متخمة، الماضي غير المحدد دعور لم تخمة، الماضي التام دعور متخمة، دعور متخمة، نعم، لم تخمة هذا متخمة. الماضي البعيد دعور رخيقة، البعيد. وفيما يلي نتحدث عنها بالتسلسل. حلوة هاي. أيوة، نشوف إذا هذا له أثر بالقرآن ولا لا. أيوة نشوف. الماضي الاعتيادي دعور عيادايا، بالإنجليزي past imperfect يسموه imperfect. يشير إلى حدث كان يتكرر في الزمن الماضي، هذا الزمن كان يصير هالشيء هذا، وتتم صياغته من الحاضر البسيط مع وضع مقطع أو كلمة بعده لجميع الأشخاص بدون تفريق بين الشخص، عدا الشخص الغائب الجمع فيكون واو من بدل واو جمع واو. وهذا ينطبق على الأفعال الثلاثية والرباعية على السواء. خلي يكتب يتم المعنى أحسن، على السواء كما يتضح من الأمثلة التالية. هنا نكتب
أمثلة للثلاثي السالم، ثلاثي معتل، ثلاثي رباعي سالم ومعتل، نفس الشيء يكون. ايه تمام. هاي مختصر. اكتب معناه بحد أيوة. كاتب يكتب، يكتب. ايوه. أو يكون. ايوه. أمزم يتكلم. أمزم. تمام. يتكلم. يتكلم. أوكي. شفنا نحن بالحاضر البسيط قلنا من هذه من نصيغ بها نضيف إليه أو واو للجمع. بالماضي الحاضر البسيط هو كيكتون، أنا كيكتون، أنا أكتب. فيصير أنا الماضي ما بتاعي أنا كيكتون أنا كنت أكتب. في الماضي متى غير محدد، كنت أكتب في الماضي. تمام. أنا كيكتون يعني كان عندي هالعادة، كنت أكتب في الماضي. أيوة كنت أكتب. أنا كنت. أنا كيكتونوا إذا كانت المرأة تتكلم فتقول أنا كيكتونوا، أنا كنت أكتب بس أنا مرأة. كتون الفرق هو هذا بين الرجل والمرأة، كتون للمذكر، كتون للمؤنث. أنا كيكتونوا. وأنت كيكتوتوا. كيكتوت هو أنت تكتب، كيكتوتوا كنت تكتب. أيوة. أنت كتوتوا. كتوتوا. أيوة. أو هو كيكاتوا. كيكاتو هو يكتب، كيكاتوا وكان يكتب. كان يكتب. شوف كنت كان. أوكي. أبونا شو دور الكي هاي الأولى؟ هاي تعطي معنى أنه شيء عادة في تكرار. في تكرار يعني في ومو محدد الوقت، مو بالضبط الآن في هذه اللحظة أو بعد قبل مدة قصيرة ومعروفة ومحددة. لا، كيكاتو أخوة. كنا نكتب. أو كيكاتوا هو كان يكتب، كيكتوا وهي كانت تكتب، كيكتوا أخوة كنا نكتب. في الماضي كنا نأكل الجزر الني مثلا، كان عندنا العادة كنا نأكل جزر الني. أيوة. في الماضي الآن ما عاد لنا أسنان، بطلنا ناكل. بطلنا ناكل الجزر الني، لازم نطبخه حتى نقدر نلحسه أو نهضمه. كنا ناكل جوز، بطل لنا أسنان، بطلنا ناكل. صار عنب أبيض بدل الحوريات. أيوة هذاك صاحبنا. أبونا ابعد عن الشر وغني له. أيوة كيف. أيوة. شو على بالك العنب الأبيض؟ أيوة كتوخوة نحن كنا نكتب. أنت شراني. أيادينا ما هاي. أنت شراني يا أبو. أيوة بندور على الشر. لا حاشا ندور على الشر، ولكن يعني نتحرش هيك بس يعني بسيطة، حرشة بسيطة يعني. لا بس يعني انت تعرف لا ياخذ على باله اذا سمع الدرس تاعك بعدين نخلصش. ايوه احنا هيك مش خالصين. مش مشكلة. راح نشوف تبريرات، نبين تبريرات قبل يعني بقت على هذه يعني، هي تبريرات كثيرة موجودة يعني. ايه متوفرة. يلا اوكي. اخت كي كتويتن وانتم كنتم تكتبون. اني هم كي كتوي واو شوف واو. ايوه كي كتوي. وهذه انتم ما تحطوا الضمير ابونا. ممكن تحطه وما تحطه لانه معروف كي كتون. ايوه نعرف انه يعني انا مثل عربي نفسي اكتبه، ممكن تقول انا اكتبه، تقول اكتبه. بالفرنسي مش معروف انه تضعه. فرنسي مجبور تضعه. بالفرنسي مجبور تضعه. طبعا.
ايوه ايوه، كل الطلياني لا. اللغات الاخرى هيك، لا بس اللغات الساميه اظن هيك مو لا، هيك. اللغة الإيطالية ما مش ضرورة تكتب إيو. ايه بالضبط، إيه سكريفو، بس عاده هم لازم تقول ايو سكريفو. هذا لما بدك تأكد على إيو. ايوه مثل يعني هذا يبين ده يشبه شوي الاشوري والارامي. نعم. هم كانوا يقربوا لكم اما شوي مثلا هيك. التركي مو هيك. كيف التركي؟ بان يازيورم انا اكتبه، أها أو ممكن أها. تقول ايضا يازيورم بدون بن. صح، تركيا ايضا عندهم، نعم عندهم. هي كل اللغات اللي في هناك فرق بين بالفعل نفسه، بصيغه الفعل بين الاشخاص المختلفين، يمكن ما في لزوم انه ما يعني يجوز ان لا تكتب الضمير او أيوه أيوه. الضمير المنفصل. يازيورم، يازيورسن، يازيور، يازيورس، زيورسنس، يازيورلر. اكتب تركي هذا. أها. اوكي. بس المؤنث والمذكر ما في بالتركي في لأي شيء، ما في أبدا. حتى بالفارسي ما في مذكر مؤنث، كله سوا، بالفعل بالاسم بالجمع بالمفرد كله ما في. سهل. ايه كله مذكر. وهم يقولون انتم الظاهر انتم ساميين، انتم عنصريين تميزون بين الذكر والانثى. نحن ما نميز. مرة صار لي، لما كنت بالتركيا 3 أشهر أنتظر الفيزا الجديدة إلى أمريكا في سنة 92، فكنت مأجر شقة حلوة في منطقة، يعني أرقى منطقة كانت بالهذه. وطبعا وهذا بفضل أحدهم بأمريكا كان يبعث لي دولارات، وإلا من كان طالع من العراق هذه. المهم، فهذه الشقة كانت لي واحدة مدرسة في جامعة أنقرة. فعرفت انه انا هيك ودارس هذه واعرف بلا بلا، فكانت تجي تقعد تقول خلينا شويه نناقش. كانت تجي مرات كثيره تزورنا ونناقش. فهل ملاحظه صارت قالت شوف انتم ساميين عنصريين، تميزون بين الذكر والانثى، ذكوريين، ونحن ما نميز. لكن طبعا اتراك اكثر ذكوريين قصدي بالعمل، يعني عمليا. لكن باللغه لغتهم ما يميزون بين الذكر والانثى. حتى استاذ سامي سالتني، هي كانت من فيمينيست كانت. سالتني شيء، قالت ليش انتم هيك تميزون على المراه وما اعرف شو؟ قلت له لا، نحن ما نميز كثير. قالت شو؟ تعرف شو سالتني؟ قال زين الله عندكم مذكر ام مؤنث؟ وقفت قلت لا نستعمل الله مذكر. قال شفت ليش ما تستعملون الله مؤنث؟ الى اي درجه كانت هي فيمينيست. يعني مرة كانت حقيقة مثقفة جدا، يعني وكانت درست بالجامعة. هي كان درست في أمريكا أيضا وقتها. ما هلا في مصيبة بفرنسا لهيك. هلا عايزين يغيروا الضمائر وغيروا يعني نحن عبالنا بس هون في السويد. لا، من هناك هي دائما الامور تبدا هناك بفرنسا. ايوه فمش عارفين كيف يقولوا المؤنث والمذكر والجمع. اوكي مليح عملتي، انا ما كنت اعرف هذه. بس هون فيها المشكله هسه بالمدارس ايضا. هم مثلا هو يقولون هان، وهي يقولون هون. هي يقولون هون اللي هو هان. هسه يريدون يشيلون هان وهون يخلون هين بدالهم. ايوه شغله مثل هيك، فرنسا ايضا هيك شيء، ما عايزين يعملوا مثل هيك. وناقص الله يحطوه مذكر مؤنث. وكان هناك مشكله مع الترجمات الطوره. نعم. كيف الله تحطوه مذكر؟ لازم يحطوه مذكر مؤنث. فهم علي؟ فيلا ولو انه مرات يعني بالتوراة يقول انا مثل الام التي ترعى هذه. هو الله نفسه يشبه نفسه بأم. بس عامة يعني هو بس مذكر. نحن نعامله دائما كمذكر. اكيد. ايوه الضمائر والافعال دائما مذكر. مو مهم، مو شغلتنا. يلا ما علينا. هاي بسيطة، مو اي بسيطة هي. اكتبوا. والفعل الثاني، المثال الثاني للمعتل، هاوي يكون، كهاون وكنت أكون. شو بالعربي؟ لازم تقول أنا كنت أكون.
كيهو ينوى أنا أيوة. كنت أكون امرأة. كيهاوتوى هو كان يكون. كيهويتوى في العربي طبعا مضحك كان يكون. كيهويتوى كنت تكونين. كيهاويوى كان يكون. كيهوياوى كانت تكون. كيهاوخوى كنا نكون. كهويتم وكنتم تكونون. كهوي وكانوا يكونون. في بالقرآن هنا مشكلة أبونا، ربما جاء من السرياني. إيه. إن الله عليم حكيم. إيه. ولكن فجأة في آيات تقول وكان الله عليم حكيم. فما تقول كان يعني ما عادش هو حكيم يكون طبعا ما قال يكون كان سواء. يكون الله كان لازم يقول يكون الله عليم. أيوة. فما بعرفش من وين جت ليه هو أنت إن الله. هي إيلة هذه بالضبط، هو فعل المساعدة الآشوري أو السرياني والأرامي. إيلة إيثة آلاها إيثة يا دوعة الله. أيوة. هو الله يكون عالما. أيوة. هو الله كائن عالم كان. أيوة. فأوقات يقول إن الله كان قدير عليم. إن الله أو إن الله علي قدير عليم. بقول له كيف يعني كان يعني ما عادش الآن. هو هلا كان فد وقت انتهى. أيوة. فهو حتى مشان السجع أبونا. فاهم علي؟ خبر كان ولا كان الله على كل شيء قدير. أيوة، لأنه إذا تحط إن بدك ترفع الخبر. صحيح. وتحط كان بدك تنصب الخبر. فهو بيستعمل أوقات إن ولا كان. أيوة. فقط بسبب السجع. سجع جائز إن تنصب الأول وترفع الثاني، عكس كان تنصب. أيوة. ترفع الأول وتنصب الثاني. إيه. فهو ترفع الأول وتكبس الثاني. هو ضحى بالقواعد من أجل الشكل. أيوة صح. هنا المشكلة. هي هاي الشكلية كثيرة بثقافتنا الشرقية. الشكليات مهمة. أيوة. شكليات يلا أبونا. المثال الثالث هو للفعل الرباعي. وقلنا أنه في هالحالة في هالتصريف ما في فرق بين هذه المعتل والسالم. همزم يتكلم الفعل. همزمن كنت أتكلم. همزمن كنت أتكلم أنا امرأة. همزمت كنت تتكلم أنت. همزمت كنت تتكلمين أنت. همزم كان يتكلم. همزما كانت تتكلم. همزمخ كنا نتكلم. همزميت وكنتم تتكلمون. همزمي كانوا يتكلمون. أوكي. هذا هو الباست امبيرفكت أو الماضي الاعتيادي. أيوة. نفس الحاضر البسيط بإضافة هذه مقطع عليه. أوكي. نأتي إلى الماضي المستمر. الماضي الاعتيادي يقابل الحاضر البسيط. والماضي المستمر يقابل الحاضر المستمر. فواحد يسأل شلون يصير بالماضي مستمر؟ كان لذلك شو هو يرمز إلى حدث كان مستمرا في الماضي. شو وقت؟ عند وقوع حدث آخر. لما صار شيء كان شيء آخر دا يصير بعده. هذه معنى. وصياغته تكون مثل الحاضر المستمر طبعا مضاف إليه شفت نفسه مثل طريقة الحاضر الماضي البسيط أو الماضي الاعتيادي. نفسه هذه الماضي المستمر مثل الحاضر المستمر بإضافة أيضا. كنت كان مثلا لجميع الأشخاص عدا الشخص الثالث جمع الذي يكون بدل كما هو مبين في الجدول الآتي. أيضا نفس الجدول أخذنا فعل شاقل يعني للثلاثي السالم يعني يأخذ. وهاوي أيضا نفس الفعل اللي أخذناه يكون للمعتل.
همزم نفسه مثل الماضي مثل قبله يتكلموا للرباعي سالم ومعتل كان نفس الشيء. فيقول شاقل يأخذ بشقالة ونوى. الحاضر المستمر يكون بشقالة ون بس هاي صارت سواه ماضي، يعني كنت آخذ. كنت وما زلت آكل. لا وما زلت لا. أنا كنت مستمرا على الأخذ عندما أتيت. فأتيت هذا طبعا ماضي تام، أتيت انتهى. ولكن عندما أنت أتيت كان شيء آخر يحدث بالماضي في ذاك الوقت، كان يستمر بعده، مستمر في الحدوث. أي شفت يعني هاي حلو يعني. معقدة. يعني عندما رأيتني البارحة كنت ذاهبا إلى المدرسة. لازم تقول هيك. عندما رأيتني فعل ماضي تام. كنت أذهب فعل ماضي مستمر غير تام، مستمر. كنت أذهب. فأنا كنت آخذ، كنت تأخذ، كانت تأخذ، نفس هذه. وهاوي يكون يجد، يكون وبالعربي حقيقة هذا فعل كينونة ما هلقت قوي مثل ما باللغات الأخرى. مثلا بالإنجليزي I am you are io sono tu sei ele è siamo. أوكي. فأنا أكون أنا، ما بالعربي نقول أنا هو أنت هو هي هو، ما أعرف هي ما أو يكون هو يكون، أو هو يجد يوجد، أنا أجي أوجد. هي على كل حال هذا قصور شوي بالعربي. هاوي يكون بهواي ونواه. كنت أكون عندما ماشي أقول كنت أكون في تلك اللحظة التي صار شيء آخر، أنا كنت أكون فلان شيء. بهواي ونواه، بهواي ونواه. كنت أكون دا أصير أستاذ، دا أصير نجار، دا أصير كنت أصير أيوة أصير يصير أيضا، يكون ويصير أيضا يصير. أيوة. يصير. بهواي وكنت أصير معلما، كنت أصير بهواي ونوى، كنت أصير أنا امرأة. بهواي وتوى كنت تصير أنت. بهواي وكان كنت تصيرين. بهو إلى آخره. كان يصير، كنا نصير، كنتم تصيرون. كان. أوكي. الآخر رباعي همزم أيضا، فعل همزم يتكلم. همزومة ونوى. عندما اتصلت بي البارحة كنت أتكلم مع جاري. كنت أتكلم مع جاري. أيوة أنا كنت مستمر بالكلام عندما أنت خابرتني البارحة يعني. فعندما خابرتني هو فعل تام، ماضي تام. كنت أتكلم ماضي غير تام، مستمر. أيوة همزومة ونهمزومته وإلى آخره. نأتي على الماضي الثالث. صارت ساعة. هلا ساعة نتوقف هنا ثانية واحدة وبعدين نرجع مع باقي الماضيات. فقط أقول للمشاهدين اشكركم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. مشكور أبونا. نرجع بعد قليل مشان نكمل هاي الأفعال. بإذن الله. بإذن الله.